السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وحال، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم بإذن الله. ربنا يهله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. النهاردة رحنا السوق ولحقت نفسي قبل الأسعار ما تغلى. مش قادرة أقول لكم الأسعار نار نار نار. كل يوم سعر جديد وشكل جديد وحاجات فظيعة يعني. جبت النهاردة شوية خضار بسيط جدا، فلفل ألوان والفلفل الرومي الجميل خالص الصغنطط ده. ما شاء الله عملت منه محشي ولا أروع، الله أكبر يعني. وكمان جبت ورق العنب لسه طالع بشاير كده. وجبت كمان الخضرة والملوخية الناشفة اللي طلب، طبعا كان جوزي اللي طالب. وجبت الطماطم الناشفة ب5 جنيه، والطرية 3 ب5، 3 ب10 قصدي. وجبت الكابوتشا دي كانت 3 ب10، والبطاطس والزيت يعني إلى حد ما جمعت شوية حاجات من حاجة رمضان. وجبت كمان الباكت بتاع المناديل دوت، بيبقى حلو جدا وموفر جدا جدا جدا. نخش بقى على الشغل الجامد، ويوم ما شاء الله كده. اتفضلوا معانا. كله تنظيفات تنظيفات يعني، إلى حد ما يمكن نرتاح واحنا داخل علينا رمضان. الضرفة دي هي اللي فاضلة من المطبخ إني أنضفها. أنا طلعت فوق كده ورصيت نضفت الضرفة كويس ورشيتها، ورصيت الرولات ديت، وهنزل تحت بقى أعيش حياتي. الرف اللي فوق أنا كنت منضفاه. شايفين بقى حاجات كده جميلة كتير كده وانا كنت بحط الاكياس الحاجات دي في الاطباق البلاستيك دي، ما كنتش بستخدمها. فقلت بقى ايه، استخدم العلب. اللي يعرفنا هيعرف ان احنا عندنا ازمة في العلب والبرطمانات ما شاء الله، ازمة رائعة يعني. فانا قلت استغلها بدل ما نرميها على الفاضي. كنت جايبة باكيتة ملح، حطيت فيها اللي فايض منها. الملح ده للغسيل. حطيت اللي فايض منها في العلبة، واستعملت بقى العلب في الحاجات دي. علبة مثلا للشعرية واللسان عصفور، علبة للمكرونات، علبة للدقيق الدقيق لوحده، علبة للنشا وللسحلب، علبة للتوابل لو في توابل كده يعني. حبيت ان انا احط الحاجات كده في كل حبة يعني مناسبين مع بعض كده، احطهم في علبة. زي ما انتوا شايفين. برص بقى حاجاتي كلها في العلب، وهنطلع نحطها في الضرفة. بقول لكم ان الاستيكر اللي كنت لازقاه في الضرفة كويس جدا وما فيهوش اي حاجة، فهسيبه ومش هغيره. ومعايا كمان كان ورق ألمونيوم بتاع البوتاجاز، مش هستخدمه دلوقتي. معانا بقى التربو الجميل اللطيف الظريف ده، هنبتدي نفضيه. التربو ده عايزه اقول لكم حلو جدا جدا، وبيلم رفايع كتير جدا جدا. التربو ده انا كنت جايباه من كوكو اند اس. حاجاته حلوه جدا جدا وجميله، وخامته طبعا الوطنيه حلوه قوي قوي قوي. احلى حاجه فيه ان هو بتفكيه كله كده، وهنغسله هو والتربو اللي كان وراه اللي كان فيه البطاطس. انا فضيت التربو واديته لابني يغسله، وده انا اللي بغسله. غسيله سهل جدا جدا لما بيتفك تحت الحنفية كده بمية دافية، بالسبونشة اللي كانت معايا ديت. بتنضفه كويس قوي قوي قوي، ولا حتى باور ولا سترس ولا اي حاجة خالص. هو تحت الحنفية بالمية الدافية بتطلع كل الدهون، لانه طبعا جنب البوتاجاز بيقابل يعني دهون التحمير او الاكل وكده. فدايما والله عايزه اقول لكم بالسبونشه دي وهو متركب، كل فتره كده امشي بس على الجنب اللي هو كان ظاهر ده جنب البوتاجاز، وبيبقى زي الفل يعني. يا رب يكون الفيديو النهاردة بيعجبكم، وتشرفوني باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.
ما تعرفوش انا بحب البلاستيكات، المنظمات، التربوهات، الحاجات دي. في كده ود وحب لطيف بيني وبينهم. بحبهم يعني، بحب يبقى آه عندي بلاستيكات كتير، مش عارفة ليه يعني، سواء أطباق، سواء علب، سواء برطمانات، أي حاجة يعني. أنا بحب الحاجات دي، معرفش ليه، بس هو ده، معرفش. المهم، مش عايزة أطول عليكم. على رأي لوكا، قولي طولي. آه خلاص، أنا بغسل التربو كله، فضيته كله ومنضفته كله، وهيبقى هسيبه بس يصفي، ونرجع نشوف هنعمل ايه مع تنظيفات المطبخ اللي ما بيخلصش. زي ما انتوا شايفين، انا خلاص غسلت القطع كلها بتاعته. انا عندي منه 2، واحد في المطبخ واحد في الحمام. بيشيل الجراكن والشامبو والحاجات ديت، بيشيلهم كلهم وبيخليهم كلهم كده ملمومين في مكان واحد. وعندي كمان الشيالة دي بتاعة التوابل، بتاعة برطمانات التوابل. انا كنت لازقة عليها الفرنشة ديت. عايزة اقول لكم بقالها سنين، ولما بغسل الشيالة بنقعها كده في طبق كبير مليان مسحوق وكلور، بتبقى زي الفل. تقولوا لي ايه اللي خلاك تشيليها؟ اقول لكم معرفش. ايه اللي هفك في دماغك يخليكي تشيليها وهي لازقه كويس ومظبوطه وشكلها حلو؟ اقول لكم معرفش، هو كده. خلاص، هي بقى لها سنين. وعايزه اقول لكم ان دورت على الفرنشه دي تاني بشكل جديد ان انا اجيبها، مش لاقيه والله العظيم. فزعلانه جدا جدا اني بعد ما فكيتها مش لاقيه زيها. بس خلاص، قدر الله ما شاء فعل. هي كمان لازقه يعني، م- متثبته كويس يعني، ما كانتش بايظه ولا فيها حاجه، بس هو كده يعني. وكنت لازقاها والله بمسدس الشمع يعني، مش عامله فيها حاجه. بس سبحان الله بقى يعني، خلاص نصيبها لحد هنا، كفايه كده عليها. برضو بالاسبونشة والصابون، ونضفت الجزء، نضفتها كلها، وبقت ما شاء الله زي الفل. زي ما انتوا شايفين، برضو بالمية الدافية والاسبونشة والصابون، والله يعني نطفت وبقت ما شاء الله. ما تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. خلصتهم وعملت كمان التانية، وخرجت من المطبخ اني اغلف التربو الاستانلس ده، او ان انا احط له المفارش يعني اللي هحطها عليه. طب انا مش عندي مفرش، اسكت؟ لا، مش هسكت. انا الورق دوت، لو تفتكروا انا كنت جايباه اغلف بيه الشبابيك في الشتاء، ففايض منه حبة يعني، فقلت استغلهم واحطهم في التربو، اقصهم على قد التربو. حاولت كتير ان انا اعملهم على الناحية دي، لقيتهم بيبرموا مني. قررت اعملهم على الناحية التانية عادي يعني، ده تربو في المطبخ يعني، مش في انتريه ولا في صالون يعني، ده في المطبخ ومحدش شايفه، فرحت عاملاه على الوش التاني. مش مشكلة، المهم ان انا امنع التراب، او امنع ان التربو عزكم الله يتوسخ. ابتديت انا وابني نظبطها، بس حوسه ما بعدها حوسه، نظبطه ونقص على قده، وارص فيه بقى ايه البطاطس. هنا ابني بيقول انه احنا هنعمل الرفوف كلها بالشكل ده. حطيت في رف البطاطس الكبيره اللي بستخدمها للتحمير، والرف التاني البطاطس الصغيره، او البطاطس الحشو اللي بسلقها كده يعني. رصيت كمان في التربو الصغير برضو، عملت له كده مفارش خفيفة، ورصيت، حطيت الاتنين مكانهم. فاضل بقى الحيطة اللي هي في ظهر التربوهات وظهر البوتاجاز، يتشال الورق اللي انا لازقاه ده، ويتحط الورق الجديد.
خرجنا على الصالة وابتديت أشغل لعيالي أغنية شادية والله يا زمن، لا بإيدينا زرعنا الشوك ولا روينا. عيشوا حياتكم بقى. السجادة دي مسكناها على الحبل، تنفيضة حلوة، هلكناها وطلعنا عينيها أنا ومحمد، وما شاء الله يعني طلعنا فيها غلنا كله وقرفنا كله، وجبناها فرشناها، ومحمد بقى قام بالواجب ده معايا. طبق فيه دوني ومية دافية، وهو اي نوع من المعطر يعني عندكم. بصوا هيضربني والله العظيم. اي نوع من المعطر، وشوية مسحوق كده قليلين ومية دافية، وعيش حياتك يا معلم. عايزة اقول لكم ده اللي هو الغسيل على الناشف. بصراحة ما شاء الله فرق كتير جدا في شكل السجادة. مهما بتتعمل بالمكنسة تحس انها ما فيش يعني فيها حاجة غلط. وطبعا ما فيش، مش هينفع ان انا اغسلها دلوقتي لان الجو برضو لسه ساقعة. فعاشوا حياتهم. واستاذ برعي كمان كان داخل معاهم برضو، بس ايه يعني قلنا له لا خلينا احنا المهمة دي. بصوا الفرق بقى. هتلاقوا فرق فظيع بين اللي بيتعمل بالفرشة بالمنظر ده وبين الجزء اللي هناك ده. لا فرق، لا في فرق يعني باين جدا انها فرقت يعني. وطلعت بقى كمية شعر، طبعا شعر الولاد وشعرنا يعني، وشعر برعي كله كان في حاجة غلط على السجادة يعني. فطبعا نطفت وبقت ما شاء الله زي الفل. ومروان حب ياخد نصيبه من الإرهاق. كان بيعيط كان فاضل له شوية ويقول لي أنا هطفش من البيت ده يعني. بصراحة عايزة أقول لكم طلعت تراب فظيع، مع إنها قلت لكم متنفضة. وما تعرفش يعني مهما كان السجاد مهما تنضفه بتحس إن فيه تراب برضه. ودخلنا بقى على التقيلة يعني، اللي معرفش هم عاملينها سوق كانتو. بيتعاملوا معاها ازاي انا مش فاهمة يعني. بس تعامل فظيع بصراحة يعني. بيتعاملوا مع التلاجة دي تعامل لا غير آدمي والله العظيم. بيحطوا فيها كل اللي في ايديهم. انا بنتي الصغيرة كارما بتحط فيها اللعب بتاعتها، ما تسألونيش ليه. فانا انتقمت منها بقى. عايزة اقول لكم ان انا خدتها انتقام. حطيت طبق فيه ميه دافيه وشويه صابون سايل، وتفضلي يا انسه كارما. فرحانه ومبسوطه. بس في الاخر بقى كانت يعني خلاص كفايه عليا كده. بس على مين؟ مش انتي بقى بتستخدمي التلاجة استخدام غير ادمي؟ اتفضلي حضرتك بقى نضفيها انتي. بصراحه ربنا يحفظهم يا رب ويحميهم. كانوا واقفين معايا وبيعملوا معايا. عملت معايا التلاجة طبعا ايا كان اللي هي بتعمله. فانا عدت عليه من تاني ومسحتها في الاخر مسحة خفيفة كده بفوطة عليها خل. الخل بيفرق جدا مع التلاجة. عايزة اقول لكم بيشيل منها اي روايح. هو الحمد لله التلاجة يعني فيها بلازما بتمتص الروايح. بس لو عندك تلاجة مش بتمتص الروايح او بيبقى فيها روايح الاكل، الخل بيبقى حلو جدا جدا في تنظيفها. ولو هتحطي فيها فحماية فحماية ناشفة عادية جدا، حطيها على رف التلاجة او حطيها في طبق كده على رف التلاجة. هيفرق جدا 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 في التلاجة. هيعمل يعني هيمتص كل الروايح اللي في التلاجة. كارما كانت فرحانة جدا وهي بتنظف التلاجة وهي كده بتنشفها. فطبعا بالنسبة لها ده إنجاز يعني رائع. ربنا يحفظهم يا رب ويحفظ أولادنا جميعا. تعالوا بقى شوفوا التلاجة بعد ما روشناها ونضفنا دي فريزر ورصيناه وفضيناه إلى حد ما، والأستاذ برعي قاعد فوق، وزينا التلاجة من الداخل لرمضان الكريم. مش قادرة أقول لكم مبسوطة قد إيه. مبسوطة جدا 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 جدا. والله العظيم. أول جزء حسيت إن هو ابتدى يحتفل معانا برمضان.
يا رب يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم. هو حاجات تنظيفات بسيطة كده. واشوفكم على خير في فيديو جديد في يوم جديد. كل سنة وانتم طيبين. باي باي.